تابعونا الاسبوع القادم ان شاء الله. انا عايز اقول بعض الوصفات اللي حضراتكم طلبتوها مننا، ويعني من عذرا من الاشياء الكتيره قوي اللي انطلبت، اللي هو ماسك للتجاعيد. احنا قلنا قبل كده اللي هو زيت البابونج بناخد منه 5 نقاط على عسل نحل وندلك بيه الوجه. فكتير قوي من حضراتكم بيقول حاجه ما يكونش فيها عسل نحل، ولكن يعني المشكله ان عسل النحل من الاليمنتس او المواد المهمه جدا للبشره. فانا هقول ماسك تاني غير اللي احنا قلناه قبل كده. هنجيب نسب متساويه من عصير الليمون الطازج، نسب متساوية من عصير الليمون الطازج، ماء الورد، زيت الزيتون، وهيكون معاها بياض بيضة اللي هو زلال البيضة، بياض البيضة، زائد معلقة كبيرة من العسل، ودقيق حبة البركة هتطحن جيدا جدا لغاية تبقى عاملة زي الدقيق، وهيعجن بيها هذا الماسك إلى أن يصبح زي العجين تماما، وهيفرد على الوجه لمدة نصف ساعة. ده من الأشياء الطيبة جدا لتأخير التجاعيد ولتحسين شكل البشرة، وعلى قدر الإمكان إن إحنا نتخلص من التجاعيد. التيفويد أنا بعتذر عن ذكر الحلقة الماضية، هذكره دلوقتي لأنه طبعا من الأشياء المهمة جدا واللي إحنا بنسميه حمى